الاسم مهدية هلال، إدارة العامة لقوى الأمن داخل المرأة شمال وشرق سوريا. طبعا في البداية نستذكر جميع شهدائنا، شهداء الحرية وشهداء الأصايش التي تم استهدافهم في الأوان الأخيرة هجمات دولة الاحتلال التركي التي تم استهداف كثير من المناطق في شمال سوريا لها. تم استهداف أكاديميتنا من أكاديمية مكافحة المخدرات. طبعا كان يوجد 29 رفيق استشهد و28 جرحى، رفيقات ورفاق كانوا. طبعا قوى الأمن الداخلي هي مؤسسة أمنية تؤمن للمناطق أو للمجتمع الحماية والاستقرار والأمان من جميع الهجمات كالجرائم القتل، كالخلايا النايمة كداعش ومكافحة المخدرات. طبعا تبقى على رأس عملها في فترات الحروب. طبعا قوى الأمن الداخلي تؤمن الأمن والاستقرار للمجتمع ضمن المناطق اللي متواجدة فيها، تبقى على رأس عملها، وهكذا تعمل قواتنا كقوات الأمن الداخلي. طبعا مكافحة المخدرات هي من الأقسام المهمة جدا ضمن قوى الأمن الداخلي وضمن المجتمع، لأنه تحارب جميع المواد المخدرة التي تنتشر في المجتمع عالميا وهم ضمن مناطقنا. المخدرات كقسمة تفعل من فترة زمنية ضمن قوى الأمن الداخلي، وهم انتشار المخدرات كمية انتشرت بعد احتلال راس العين، بعد احتلال عفرين، وبعد احتلال تل أبيض. كون دولة الاحتلال التركية هي تروج فيه لمناطقنا، ومن المناطق المحتلة التجار أو المهربين يأتون فيه من أجل ضرب الفئة الشابة وهم من أجل خلل ضمن المجتمع. طبعا الرفاق بالأكاديمية كانوا يخضعون لتدريب الاختصاص كيف يتم محاربة المخدرات، والفكرة لها محاربتها من جميع النواحي للتأمين للمجتمع أو للأجيال القادمة ضمن المجتمع. على هالأساس دولة الاحتلال التركي هدفها من استهداف أكاديميتنا لمكافحة المخدرات هو رسالة أو أنه كمجتمع تزاد فيه الفوضى، تزاد فيه المخدرات، تزاد فيه النزوحات، الهجرات الموجودة ضمن المجتمع. كون الدولة التركية هدفها هو خلل ضمن المجتمع. طبعا بعد انتهاء داعش في منطقة دير الزور على يد الفاشية التركية حاولوا إعادتها مجددا في المنطقة، لكن تم كسرهم مرة ثانية بفضل قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، قوات الأمن الداخلي، وجميع القوات التي شاركت في الحملات. طبعا هجمات الاحتلال التركي المتواصلة، يعني الكهرباء، الماء، المواد اللي تستثمرها مناطق شمال وشرق سوريا للمجتمع الموجود فيها. يعني هدف دولة الاحتلال التركي هو مسيس. التاريخ يعاد كل سنة بهذه الأوقات يتم هدف مناطقنا. هو من سنين المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي تم مؤامرتها في 9 تشرين الأول عام 1998 هي منع فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان من انتشارها. يعاد التاريخ نفسه هدفهم الأساس عدم النشر أو ضد فكر فلسفة القائد عبد الله أوجلان، ضد فكر وفلسفة أخوة الشعوب، ضد فكر قضية حرية المرأة التي من بداية ثورة 19 تموز التي كان لها دور أساسي ضمن المجتمع مناطق شمال وشرق سوريا. على هالأساس دولة الاحتلال التركي هدفها من استهدافات مناطقنا، استهدافات البنية التحتية، استهدافات مراكزنا. على هالأساس تقوم باستهداف مناطقنا أو استهداف مراكزنا
جرائم صارت ضمن المنطقة، لكن المجتمع الدولي أو الدول العالم لا حدا يعني له موقفه. طبعا نحن ضمن قوة الأمن الداخلي عملنا هو أمن تأمين الحماية اللازمة للمجتمع، محاربة جرائم القتل، محاربة تنظيم داعش وخلاياه وأحيائها، محاربة المخدرات التي يتم ترويجها ضمن المجتمع وعلى أساسها الدولة التركية والنظام السوري والحرب الخاصة التي تلعبها سياستهم. لكن مجتمع وصل لحد الإقناع أنه قوات سوريا الديمقراطية هي الأساس لإلهم، كون بتشييع أو بمراسيم رفاقنا الأصيش شعبنا كان يد معنا، كان متواجد، كان موقف ضد هالاستهدافات اللي صارت، وهم مسيرات وهم مظاهرات ضد الفاشية التركية قام بها. يعني قوى الأمن الداخلي هي أولادها للمجتمع هذا، وعملها تأمين الحماية له. حتى بالمعاهدات الدولية أو بالقانون الدولي ممنوع ضرب مراكز لقوى الأمن الداخلي أو البنية التحتية. على هالأساس قوى الأمن الداخلي هي التأمين للمجتمع، الاستقرار، عدم الفوضى، من أجل أن لا يكون زعزعة الأمان فيها. على هالأساس تقوم فيها قواتنا حماية هالمجتمعات. لكن استهدافات الدولة التركية لمناطقنا حرب أو جرائم ضد الإنسانية. على هالأساس هذا نحن كقوة أمن داخلي، كقوة أمن داخلي للمرأة، هي أن نقاوم ضد هذه الجرائم، ضد هذه الاستهدافات، وأن نؤمن لمجتمعنا الأمن والاستقرار ومحاربة كافة جرائم القتل والمخدرات التي في مجتمعنا. هم أن نحيي مقاومة رفاقنا في مكافحة المخدرات وجميع قوى الأمن الداخلي، لأنه قوى الأمن الداخلي عملها كقوى أمن داخلي عملها له أهميته ضمن المجتمع، له تقلد ضمن المجتمع. على هالأساس هي ناخذ على عاتقنا أنه نحمي دم شهدائنا ونكون على سيرهم.